مشاهدينا متابعينا في كل مكان في استاد خليفة الدولي. أولى مباريات الدور ربع النهائي في انتظار طبعا بقية المباريات في هذه الليلة. منتخب السعودي يلتقي بمنتخب فلسطين، ثم أيضا يوم الغد لقاء يجمع المنتخب الأردني بالمنتخب العراقي، ثم أيضا آخر المباريات بين منتخب الإمارات والجزائر. كل التوفيق للمنتخبين في انتظار أكيد أن نشاهد مباراة ممتعة مثيرة هنا ما بين المنتخبين الشقيقين. المنتخب السوري الذي جاء طبعا ثانيا على مستوى مجموعة بعد بداية كانت رائعة بالنسبة للمنتخب السوري، الفوز على المنتخب التونسي بهدف عمر خريبين، ثم بعد ذلك التعادل من أمام المنتخب القطري، ثم تعادل أخير من أمام منتخب فلسطين. 5 نقاط وضعت المنتخب السوري في المركز الثاني، بينما منتخب المغرب بانتصارين ببداية قوية. الكرة من الجهة اليمنى ترسل عرضية، ولكن الكرة محمود المواس الآن ينفذ الكرة الثابتة، عرضية خطيرة داخل المنطقة ولكنها تتخلص من جانب الدفاع. ترجع المحاولة، ما يقترب من تجاوز المليون مشجع في البطولة. كرة فيها كرة عرضية تأتي، ولكن التاكلينج ممتاز، تغطية رائعة جدا. يصل صلخدي في الوقت المناسب ليبعد الكرة إلى خارج الملعب إلى ضربة ركنية أولى لمصلحة المنتخب المغربي هنا في هذه المواجهة. العشر الأولى كرة ملعوبة عرضية خطيرة داخل المنطقة بالراس، ما زالت تسديدة الله من الجهة اليمنى. بولكسود يتقدم فيها، بولكسود بعد ذلك كرة عرضية خطيرة داخل المنطقة بالراس. الله يا الله على كرة في منتهى الخطورة، يا الله على التصدي، يا الله على التألق من جانب هدايا. شالة وحولها إلى خارج الملعب، تشعر وكأنه إعصار مغربي، تشعر وكأنها عاصفة، وكأنها عاصفة مغربية هبت عاقة. وهنا التوغل من الجهة اليمنى، بولكسود بكرة عرضية تأتي، هذه محاولة فيها تسديدة لكنها سهلة، بعد ذلك تصل باتجاه حارس المرمى. شوف يا ساتر ردة الفعل في اللقطة الماضية، شوف الترقب والانتظار والجماهير أيضا عن طريق بولكسود، عرضية داخل المنطقة خطيرة ما زالت، ولكنها تبعد على طول من جانب الدفاع. يا له من ضغط ويا لها من رغبة، ويا لها من رغبة مغربية لا تتوقف هنا في هذه الدقائق 16 الأولى من شوط المباراة الأول. سلامة إن شاء الله. يتعرض لإصابة هنا إلياس هداية، هذا هو إلياس هداية، حارس يلعب في النرويج. نعم، مباراة الدولية التاسعة مع منتخب بلاده، حارس صاحب 27 سنة 27 طبعا لا يتواجد فيها بشكل أساسي. الإصابة تغيب عن هذه المباراة المهمة. هذه الكرة وهذه التسديدة التي جاءت بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى في وسط ملعب المباراة هنا لمصلحة المنتخب المغربي. كرة فيها تدخل قوي، يا ساتر يا ساتر، بطاقة صفراء. مباراة التوقفات الآن، مباراة التدخلات القوية، طبيعي جدا لأنه الحافز كبير جدا، كل يريد أن يخسر. في الاستلام الجميل زحزوح، الله على هذا المرور، على هذه الكرة العرضية من زحزوح، ولكنها مرت تحولت إلى خارج الملعب. السلامة إن شاء الله. محمود الأسود طايح على أرضية الملعب، يسقط الآن مصابا. كل السلامة إن شاء الله لمحمود الأسود. بينما أمامنا كريم البركاوي، هذا هو كريم. بينما شوف زحزوح، الله على التغيير، الله على الكرة العرضية من جانبي في اللقطة الماضية. زحزوح، أمين زحزوح، إنجازات كبيرة لكرة القدم المغربية في الفترة الماضية. منتخب الشباب توج بالمونديال، منتخب المحليين أيضا فاز بالشان في الفترة الماضية. منتخب الأول في اليمين إنه بولكسود الآن بكرة عرضية، هذا كريم، هذا كريم في انتظار الضربة، الزارو باتجاه كريم. الله 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 يا كريم. بركاوي أراد أن يسجل الهدف الأجمل في البطولة، أراد أن يسجل الهدف الأجمل في البطولة بهذه الطريقة. يا سلام يا سلام يا كريم، لكنها مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى لمصلحة منتخب سوريا.
ضربة ركنية تلعب سريعة عرضية ولكنها بعد ذلك باتجاه إلياس طول الكرة